موقف يحكي هذا الموقف، والله هذا موقف يعني بصراحة ألمني. واحد من الأخوة هو عسكري كان موجود هو بالواقعة، فتعرف انه انا يعني بعينها طبعا شفت، ما حد يسولف لي. اضافه الى ذلك اربط هذا الكلام مع كلامه. اكو جماعه من الجمهور مو يمهم القضيه نهائيا مو يمهم القضيه نهائيا، ولا يدرون يعني اكو قضيه بهذا الحجم. واكو ناس يعني ناس كبار واكو ناس اطفال الحقيقه تفاعلوا تفاعل يعني سبحان الله. اكيد هاي الدمعه هواي حساباتها عند الله سبحانه وتعالى. احد الاخوه فمهم قال لي انا محضر دمعه، يقول تفاعلت ويا الاحداث وودتني غير اجواء بصراحه، بس ما قدرت اطلع دمعتي. فقلت له ليه شنو السبب؟ يعني هو من تكلم وياي قال والله يا ابو مازن اخاف. ليش خاف؟ قال اكو ناس تحاول انه تستهزئ بهذا الموضوع. والله تفاجئت. فالمهم انتهى الموضوع لهنا، ظلينا قاعدين بمضيفة الخنياب يعني لحد ساعة متأخر. بهالاثناء اجي هو عرف انه سيارته موجودة، فجاني وحكى كل اللي صار. فعرفت عليه على الناعي كان حاضر بالواقع، كان موجود وياي بالمضيف. قال رحمة لوالديك انا جيتك. قال لي خير خماك جي؟ قال رحمة لوالديك اريدك تجي تقرا المقتل عندي. قال لو راح احكي لك الحكيت لكم. قال له بخدمتك. قال وانا اخاف تطلع دمعتي يقولون جماعه هذا رياء، فاردها ببيتي حتى اقدر تكون خالصه لله. هنيئا لك عمي، والله يحفظك وبارك الله بيك، انت انسان مربى فعلا. اليوم الشارع يخوف فعلا، الشارع يخوف، ولكن انت اي قضيه اجعل نيتك لله سبحانه وتعالى واطلب رغبتك وخليها يم الله، تجارتك يم الله واللي يحسين، وهو اللي اكيد اللي يحسب هاي الحسابات. تحياتي لك. بالمناسبه واتفقوا على مجلس حسين ان شاء الله قريب في داره.